الواحد بيقعد يسأل كده في أوقات، هو أنا ماشي صح ولا أنا ماشي ورا إحساسي وخلاص؟ طب وهل الصح إن أنا أمشي ورا عقلي ولا أنا أمشي ورا إحساسي؟ فبيقعد الواحد متلخبط، وبعدين خايف إن هو يقرر يركن ورا القلب ويطلع غلط ويندم، أو يركن ورا عقله ويطلع غلط ويندم برضه. فالواحد بيبقى في حيرة، مش عارف هو المفروض امشي ورا القلب ولا امشي ورا العقل. لحد ما بصيت كده شوية على قصة سيدنا إبراهيم وكم المواقف الصعبة اللي هو اتحط فيها من هو صغير، وخلاص قرر إن هو هيقف قدام أبوه وقومه يكسر لهم الأصنام وهيرموه في النار، فاتحط في مواقف صعبة جدا. فسألت كده، طب هو سيدنا إبراهيم كان بيمشي ورا قلبه ولا بيمشي ورا عقله؟ فطلع إن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان بيدعي بيقول: رب هب لي حكما، رب هب لي حكما. طيب يعني إيه حكما؟ وإزاي ده ممكن يظبط قراري ويعرفني أمشي ورا قلبي ولا أمشي ورا عقلي؟ فبإذن الله ده هيكون موضوع حلقتنا الجديدة في سلسلة أدعي بإيه. فأستأذنك تدخل على القناة وتشوف الفيديو.